ليه الأغلبية العظمى من البني آدمين مش مبسوطين؟ ليه بنقضي وقتنا مهمومين وقلقانين؟ ليه بنقضي أيامنا الحلوة وشبابنا بنفكر إزاي نعكنن على نفسنا؟ عارفين ليه؟ علشان الرغبة أو الديزاير. لأن الرغبة في تكوينها عمرها ما بتشبع. الرغبة في طبيعتها بتخلينا دايما عايزين منها أكتر، ومعظم البني آدمين بيقضوا حياتهم بيجروا ورا إشباع رغباتهم. وسخرية القدر إن بكل التطور والتكنولوجيا اللي وصلنا لها كجنس بشري لسه مش عارفين نشبع الرغبات دي. كل ما نجري ورا رغباتنا نلاقي رغبات جديدة طلعت لنا تحسسنا بقد ايه احنا مش قادرين. بتظهر حاجة جديدة قدامنا وتسحلنا وراها جري وهري وتعب وهم علشان نشبعها. تحس ان احنا متبرمجين ان عمرنا ما نحس بالشبع، عمرنا ما نحس بالرضا مهما حققنا من مكاسب ومهما اشبعنا من رغبات. عندنا نهم غير عادي، جوع ما بيشبعش، فراغ ما بيتمليش، دايما عايزين حتى لو مش عارفين احنا عايزين ايه اصلا، بس حاسين ان احنا عايزين. الى حد كبير العوزة دي اتسببت ان الجنس البشري يحقق انجازات ويبني مدن ويخترع ويبتكر ويخرج عن المعتاد. سيبنا الكهف وبنينا المدن، وبعدين سيبنا المدن وطلعنا على القمر وطرنا في السماء. لكن في نفس الوقت الهرشة اللي جوانا، الانجذاب الرهيب اللي موجود جوانا بالفطرة اللي بيحفزنا ويزقنا ان احنا ننغمس ونتلهف ورا كل ما هو جديد وغريب. الاحساس ده هو نفس الاحساس اللي بيقتلنا من جوانا في حالة وجودنا في الحياة الطبيعية الروتينية اليومية المملة. حاجة غريبة جدا ومحزنة في نفس الوقت ان نفس الدافع اللي بيخلينا نبتكر ونخترع ونطير في السماء نحقق كل الابتكارات دي هو نفس السبب ورا تحويل البشر إلى كائنات قلقانة مريضة نفسيا، غير راضية عن حياتها أو نفسها. عايشين في مدن زحمة، غابات من الخرسانة، مغرقين نفسهم في الاستهلاك الفارغ الكذاب جوه عالم نافخ نفسه على الفاضي. العالم اللي دايما مخلينا عايزين حاجة مش عندنا. ومش بس كده، من كتر ما اتدلعنا ونعمنا كجنس بشري فقدنا القدرة على الاستمتاع بحياتنا اللي هي في الأساس أكبر نعمة من عند ربنا. فكرة دايما إن احنا عايزين أكتر، وعوزتنا دي هي سبب قلقنا وسبب زعلنا وسبب عدم ارتياحنا. اتعينت في شركة أحلامك، امتى بقى أبقى مدير؟ بقيت مدير، امتى بقى أبقى رئيس قطاع؟ جبت الشقة، عقبال الفيلا، سوقت الفيرنا، امتى بقى البي ام؟ اتجوزت، يا رب خلفت، نفسي اتطلق، والليستة ما بتخلصش. ازاي ممكن نلاقي طريقة نعيد بيها صياغة تفكيرنا ونعيد فرمطة اجهزتنا في محاولة ان احنا نخفف الضغط على نفسنا؟ لان السبب الرئيسي وراء تعاستنا هي اننا عمرنا ما بنشبع وعمرنا ما بنرضى. مش عارف يعني، انا عمري ما وصلت لحاجة في الموضوع ده يعني، بس قلت اشارككم الفكرة وربنا يوفقنا كلنا.